يا مساء الخير او صباح الخير اخواتي بقى. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش كده تصلوا على النبي. النهارده طلب مني اوردر 2 ليمون بالنعناع، حاجه كده عظمه. تعالوا كده ما نعملهم مع بعض واوريكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط فيه 4 ليمونات. طبعا انا بحط الليمون سليم كده علشان الخلاط يعني بيستحمل الشغل ده. تمام، حطينا 4 ليمونات وهننزل بقى بالسكر بتاعنا، والسكر تملي حسب الرغمه يعني المتاح عندنا، اللي احنا ممكن نحط في الكوبايه 5 معالق سكر في كل كوبايه. تمام قوي. بعد كده هنقوم نازلين بربع كوبايه لبن. تمام قوي. وهنقوم نازلين عند الايس ميكر بتاع التلج اللي انتوا شايفينه ده، وهنسحب جاروف كده مليان تلج علشان يطلع ساقع كده وجميل قوي. ودي الطريقه بتاعه الكافيهات. بعد كده هنقوم نازلين بقى بالميه. والميه طبعا احنا يعني هنكون عارفين المعيار بتاعها. الميه كده هنحط مثلا في معيار كوبايه ونص ميه. ليه؟ لاننا حطينا لبن، وطبعا الخامات هتكتر معانا فهيبقوا يطلعوا كوبايتين بالظبط. تمام قوي كده. بعد كده هنقوم حاطينه كده في الخلاط علشان يتضرب لمدة 15 ثانية. يعني اعملوا المعيار ده مظبوط علشان تعملوه في البيت كده بالظبط لو جالكوا ضيوف. نسيبه بقى كده يتضرب براحته. طبعا السكر مع اللبن مع الميه. النعناع هنحطه في الاخر. يعني هنقوم نازلين كده بكوبايتين زي ما انتم شايفين، وهنقوم جايبين فليفر النعناع ده بيتباع في اي سوبر ماركت، رخيص مش غالي يعني. وهنقوم نازلين كده في معيار معلقه كبيره من شربات النعناع. تمام قوي. طبعا ده هيديله نكهه النعناع القويه. حلو قوي. بعد ما صفيناهم بقى زي ما انتم شايفين كده اهو، هنقوم كده حاطين كده شوية صوص نعناع برضو علشان برضو يدينا كده الشكل. ومش مشكلة الشكل بالنسبة لنا، أهم حاجة الطعم. ما تنسوش بقى كده تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وبسرعة قوي. بس خلاص.